السلام عليكم، عاملين ايه؟ فيديو جديد، بس الفيديو ده هيبقى فيديو اسئله. فانا جايب معايا كوبايه القهوه علشان نبدا نرد على الاسئله اللي جات لي. فانا كنت منزل ستوري على الانستجرام وبوست على اليوتيوب وكتبت فيه اللي عنده سؤال يكتبه فهرد عليه في فيديو. في كميه رسائل حلوه جات لي على الانستجرام وشويه كده يعني رسائل صغيره على اليوتيوب، بس في اسئله بتيجي كتير على الفيديوهات بتاعتي. في اسئله منها رديت عليها على الناس اللي سالت الاسئله دي، وحابب برضو في نفس الوقت اللي انا اعرفكم اجابه الاسئله دي واقول لكم الاسئله اللي اتسالت. فانا مجمع شويه اسئله وهجاوبكم عليها في الفيديو ده. فلو انت بتدور على اجابه اي سؤال معين ادخل في الديسكريبشن، هتلاقي السؤال بالدقيقه بتاعته. طبعا هحاول على قد ما اقدر ان انا اكتب كل الاسئله في الديسكريبشن بالوقت بتاعها، علشان لو انت بتدور على سؤال معين ممكن تدخل تتفرج على السؤال بس لو انت مش حابب تكمل الفيديو للاخر. بس ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتدوس لايك، والفيديو الجاي ان شاء الله فيديو مهم جدا وفيديو جامد جدا ان شاء الله. خلينا نبدا باول سؤال، وهو لو انا في تانية كليه اقدر اسافر زياره لليو كي؟ خلينا نفترض ان انت هتتقبل في الزياره وهتاخد الفيزا وهتسافر. فلو انت في اولى او تانية او تالتة تقدر تسافر بس في اجازه نص السنه او اخر السنه، وده بسببين. واول سبب هو ان انت مش هتقدر تطلع تصريح امني انك تسافر بيه غير لو انت في الاجازه، وده لو انت عندك جيش. فلو انت ما عندكش جيش تقريبا تقدر تسافر في اي وقت. بس تاني سبب انك انت لو سافرت وانت في الدراسه، لو انت يعني بتدرس في وقت دراسه وقدمت على الفيزا، طبعا السفاره هترفضك لانها هتحس ان انت عايز تروح هناك عشان تخلع. فده إجابة أول سؤال. السؤال اللي بعديه وده اتسأل كتير جدا، وهو إزاي أنا سافرت بريطانيا. حتى في واحد لسه سألني النهاردة أنت إزاي سافرت إنجلترا، وأنا جاي هنا على فيزا زواج. فالناس اللي بتسأل أنا إزاي سافرت، أنا زوجتي إنجليزية، وطبعا لو أنت متجوز إنجليزية بتقدر تيجي هنا البلد عادي. ولو أنت عايز تعرف إجراءات الزواج والفيزا والكلام ده فأنا هسيب لكم الفيديوهات كلها في الديسكريبشن، ممكن تدخل تتفرج عليها بعد الفيديو ده. السؤال اللي بعديه هو في فرص للفريش اي تي سوفت وير في انجلترا ولا صعب؟ وانا مش عارف ايه يعني ايه فريش اي تي سوفت وير، بس هنفترض ان الفريش دي اللي انت لسه شخص يعني ما عندكش اي خبره. هو صعب انك انت تلاقي شغل هنا او تيجي فيزا عمل هنا من غير خبره. ده لو انت عايز تيجي من مصر لانجلترا فيزا عمل. فلو انت عايش هنا ومعاك شهادات تثبت ان انت درست سوفت وير، اذا كان كورسات او في كليه، تقدر تشتغل عادي. لو انت ما عندكش اي خبره بتلاقي في شغلانات كتير طالبه ناس تتدرب. الدنيا امبارح كانت بتشتي ومعرفتش اكمل الفيديو، فقلت اكمله بعد الشغل. المنظر ورايا جميل، المكان ده حلو اللي احنا نكمل فيه الفيديو. السؤال التاني هو ايه رايك في قرار كريم السيد لما ساب انجلترا وراح استقر في مصر؟ هو اولا كريم السيد كان مقرر اللي هو يرجع مصر من زمان. يعني في الفيديوهات بتاعته القديمه اللي كان متابعه من زمان كان هيبقى عارف ان كريم السيد كان عايز يجي يستقر في مصر. وطبعا الفتره دي كلها هو كان بيجهز نفسه علشان يستقر في مصر. وهو لما عمل الفيديو قال اللي هو راجع استقر في مصر، الموضوع كان ترند. في ناس كتيره طلعت عملت فيديوهات. انا واحد من الناس كنت عايز اطلع اعمل فيديو، بس انا كان يعني بقالي بتاع حوالي سنتين وشويه. فلو حد يعني اتفرج عليا وعرف ان انا بقالي سنتين في انجلترا كان هيقول ان انا يعني لسه ما شفتش حاجه في انجلترا. بس الموضوع هنا يعني مقرف شويه في حته تربيه الاطفال ودراسه الاطفال. يعني هنا بيدرسوا للاطفال حاجات ما ينفعش هم يدرسوها في السن ده. فكريم السيد اكيد يعني كان خايف على عياله ومش عايز عياله اللي هم يتعلموا الحاجه دي. فكريم السيد هو ساب فعلا انجلترا لان الموضوع هنا بقى مقرف شويه. السؤال اللي بعديه، انا كنت بسال عن الدراسه في بريطانيا وواحد قال لي ان البكالوريوس ب 18000 باوند يعني 600000 جنيه مصري، وشفت فيديو على اليوتيوب بيقولوا من 10 ل 30000 باوند غير مصاريف السكن والاكل. ده صح ولا عادي في بكالوريوس من مثلا 200 ل 800 باوند؟ وطبعا الكلام ده هيبقى بعيد عن التخصصات الطبيه. هو اولا ما فيش فرق ما بين تخصص طبي وتخصص تاني، كلهم بيبقى في نفس الرينج. الاسعار بتبقى متقاربه شويه. هي فعلا الدراسه هنا غاليه جدا، وممكن تلاقي بكالوريوس ب 30000، بس ممكن 30000 يكونوا يعني كتار شويه. بس انا كان معايا 2 هنود شغالين معايا في المخزن كانوا بيدرسوا ماستر سايبر سيكيورتي، وكانت سنه واحده تقريبا، وكانوا دافعين حوالي حاجه و20000 باوند. فالموضوع غالي، بس معظم الناس ما بتقولكش هم دافعين قد ايه بالظبط، لان هو ممكن يكون مثلا الماستر عامل فعلا 20000 او اكتر من 20000، بس اخدين مثلا منحه مثلا 50% او منحه كامله. محدش بيقول لك، او مش كل الناس هتقول لك هم دافعين قد ايه بالظبط او هم اخدين منحه ولا لا. لو دخلت هنا على اي كليه هتعرف تلاقي اسعار الماجستير والبكالوريوس واي حاجه انت عايز تدرسها في انجلترا. السؤال اللي بعديه بيقول اتكلم على فرص شغل المحاسبه في انجلترا. الشمس النهارده يعني بسم الله ما شاء الله الدنيا مغيمه ورا والشمس طالعه قدام، فسبحان الله يعني.
بالنسبه للسؤال ده، هو لو انت في مصر وعايز تيجي هنا كشغل محاسبه فالموضوع صعب ويمكن مستحيل كمان، لان هنا البلد مش طالبه محاسبين. فلو انت عايش هنا في انجلترا فالموضوع هيبقى اسهل شويه ليك انك تيجي هنا تلاقي شغل محاسبه. لو انت جاي مثلا زي كده، لو انا بدور على شغل محاسبه ومعايا شهادات هعرف الاقي شغل بسهوله شويه. بس لو انا في مصر وعايز اجي هنا كفيزة عمل في المحاسبه هيبقى الموضوع صعب جدا. السؤال اللي بعديه، ما هي ارخص الجامعات لدراسه الماجستير في بريطانيا؟ نفس السؤال برضو، بس مفيش حاجه اسمها ارخص جامعات. يعني هي الجامعات كلها زي بعض. يعني انت ممكن تفكر ان عشان جامعه اوكسفورد من احسن الجامعات هنا في بريطانيا فانت ممكن تلاقي الموضوع فيها غالي شويه. لو رحت جامعه زي الزفت مثلا هتلاقي الموضوع رخيص. لا، هم كل الجامعات هنا زي بعض يعتبر، بس الاسعار زي بعض. يعني مفيش اختلاف في الاسعار، مفيش حاجه اسمها الجامعه دي ارخص من الجامعه دي، هم كلهم يعتبر نفس الاسعار. وممكن تلاقي في جامعه كبيره زي اوكسفورد منح، ومثلا في جامعه تعبانه ما تلاقيش فيها منح. فانت بتدخل على كذا جامعه وبتشوف اسعار كل جامعه قد ايه، وبعد كده بتقدم في الجامعه اللي انت حاسس ان سعرها مناسب ليك. فخلينا نروح نكمل الفيديو في البيت لان الدنيا غيمت وبدات تنقط كده حاجات خفيفه، فهي ممكن تشتي وانا الصراحه اتاخرت وعايز اروح. فيلا بينا على البيت. رجعنا البيت، فخلينا نكمل الاسئله بتاعتنا. السؤال بيقول ازاي بيتم معادله الشهادات الجامعيه؟ لازم تدخل امتحان ام لا يحتاج الامر الى امتحان؟ كمعادله الشهادات فانا كنت عملت فيديو قبل كده، هسيب لك برضو الفيديو في الديسكريبشن، ممكن تدخل تتفرج عليه. ده شارح ازاي تعادل الشهاده بتاعتك في انجلترا. بس في بعض التخصصات، لو انت مثلا طبيب لازم تعمل امتحانات في مصر وبتيجي تعمل هنا امتحانات في انجلترا. ده لو انت جاي من مصر لانجلترا فيزا عمل. وفي مثلا شغلانات تانية زي الاي تي، لما بتقدم على شغل وتتقبل فيه وتروح تعمل انترفيو بيعملوا لك امتحان علشان يعرفوا انت بتعرف تشتغل في التخصص ده ولا لا. لو نجحت فيه بتشتغل معاهم، ما نجحتش مش بتشتغل. بس معظم التخصصات انت يا دوبك بس بتعمل معادله للشهاده بتاعتك وبعد كده بتروح تشتغل على طول. ده لو انت اتقبلت في الانترفيو يعني. فندخل على السؤال اللي بعديه، وهو هل في طريقه للسفر من غير جواز؟ الفيديو اللي فات شرحت فيه 4 طرق للسفر لانجلترا او بريطانيا في العموم. يعني ممكن تكون انت اتفرجت عليه، لو ما اتفرجتش عليه ادخل اتفرج عليه، قايل لك فيه كل الطرق اللي تقدر تيجي بيها انجلترا او بريطانيا. السؤال التاني بيقول انا بشوف على اليوتيوب ان السرقه منتشره في بريطانيا كلها، منازل وسيارات وهواتف، كيف التعامل مع المواقف دي وهل تعرضت للسرقه؟ هي السرقه عامه منتشره في العالم كله، في بريطانيا، في المانيا، في امريكا، في اي بلد. فانا هقول لك ازاي تتعامل مع المواقف دي لو حصلت لك هنا في بريطانيا او في اي بلد اوروبيه. لان في ناس ممكن تيجي تكسر الشباك ده وعادي ممكن تدخل تاخد الكمبيوتر ده او اي حاجه موجوده وتمشي. اول حاجه طبعا هتبلغ البوليس. تاني حاجه معظم الناس اللي ساكنه في بيوت بيبقوا عاملين حاجه زي تامين على البيت، فلو في حاجه اتسرقت، لو حد مثلا جه سرق الكمبيوتر ده، فانا عادي ممكن اكلم التامين واقول لهم انا البيت بتاعي حد سرقه وسرق الكمبيوتر ده مني. وطبعا ببقى عامل بلاغ مع البوليس، التامين بيرد لي ثمن الكمبيوتر ده او اي حاجه مثلا اتسرقت من البيت عندي. وتقريبا نفس الموضوع مع العربيات. لو التليفون بقى اتسرق ده انت ممكن ما يرجعش. وهو فعلا بريطانيا فيها سرقه بطريقه غبيه جدا. حتى كان في فيديوهات منتشره الفتره اللي فاتت ان في ناس بتسرق عز الظهر، بيدخلوا على محل مجوهرات يكسروه ويسرقوا كل اللي فيه. سرقه موجوده في اي حته. السؤال اللي بعديه، واحد بيقول بنت خالتي معاها جنسيه بريطانيه، الباسبور الاحمر، واحنا الاثنين في اليمن وعايزين ندخل بريطانيا. وبعد كده قال لي اللي مفيش سفارات موجوده في اليمن علشان يعرفوا يتجوزوا. ايه اللي المفروض هو يعمله؟ لما انا كنت بتجوز وبعمل اجراءات الجواز في مصر ورحت علشان اخد ورقه الامانه من الجواز من السفاره البريطانيه، الصراحه كان في يمنيين كتير هناك. فانت لازم تروح مصر واي بلد عربيه تعرف تروحها، وهتروح هناك السفاره البريطانيه هتاخد اللي هي الامانه من الجواز، ولازم تحجز قبليها لان ساعات ما بيبقاش في اماكن. وبعد كده هتطلع بقى على وزاره العدل تتجوز هناك. وانا كنت عامل فيديوهين ممكن تدخل تتفرج عليهم، هسيب لك الفيديوهين في الديسكريبشن، فاتفرج على الفيديوهين واعرف كل المطلوب منك واعمله في مصر. وتقديم الفيزا هي لازم تروح انجلترا تشتغل هناك حوالي 6 شهور واكتر، وبعد كده تقدم لك على الفيزا. وندخل على السؤال اللي بعديه، وهو ايه المطعم اللي نفسك يبقى ليه فروع في انجلترا غير كشري التحرير؟ هو مش مطعم معين، انا اكله معينه عايزها تبقى موجوده هنا في انجلترا او في بريطانيا عامه، وهي الكريب. هنا في مشاوي ودلوقتي في كشري وفي محاشي وملوخيه وكل حاجه، بس الكريب لسه ما دخلش بريطانيا. انا الصراحه نفسي في حاجه زي كده تكون موجوده هنا في بريطانيا، فده لو اتعملت تبقى حاجه جامده يعني. السؤال اللي بعديه، وده سؤال اتكرر كتير جدا،
انا دخلت جيش ولا لا. الناس كلها كل ما حد يشوف فيديو من الفيديوهات بتاعتي يدخل على الانستجرام او يدخل على الفيسبوك او في الكومنت يقول لي انت دخلت جيش ولا لا. فالاجابه بتاعت السؤال ده انا ما دخلتش جيش، انا اخد اعفاء. دي الاجابه بتاعت السؤال ده. فالفيديو بتاعنا كده خلاص، استكفيت بالاسئله دي. فانا مش عايز الفيديو يبقى طويل جدا، ففي اسئله كتيره لسه برضو ما حضرتهاش ولسه ما ردتش عليها. فان شاء الله الاسئله دي هحاول احضر لها فيديو في اقرب وقت ممكن وانزل الفيديو ده بعدين. فحاول ان انا مثلا كل شهر او كل فتره انزل فيديو اسئله عشان اجاوب على الاسئله بتاعتكم. وبرضو لو دخلت على الانستجرام ممكن نعمل فقره كده على الانستجرام اللي انا ارد على الاسئله بتاعتكم. فلو انت مش متابعني على الانستجرام ادخل تابعني على الانستجرام واعمل اشتراك على اليوتيوب. وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. الفيديو الجاي يعني ان شاء الله فيديو جميل جدا. ما تنساش تعمل لايك. السلام عليكم.